فريق الرجاء الرياضي كان قد وصل إلى السكتة القلبية. فريق الرجاء الرياضي كان قد وصل إلى السكتة القلبية، وكان بالإمكان للفريق بقوة القانون أن ينزل على القسم الوطني الثاني. وكان بالإمكان للفريق بقوة القانون أن ينزل على القسم الوطني الثاني وأنقذه في عدة ملفات سواء داخليا أو خارجيا على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم. حسب مصدر موثوق أن القدر المالي الذي توصل به فريق الرجاء الرياضي في عهد فوزي الإقجاع هو 13 مليار. آخر ما قدمه فوزي الإقجاع لفريق الرجاء الرياضي هو حتى مصاريف افتتاح الأكاديمية تكلفت بها جامعة كرة القدم. ولكن ما هي حقيقة هذه الحملة، حملة الرجاويين على فوزي الإقجاع؟ صحيح، هو من الجانب الإيجابي علينا أن نفتخر أن الرجل وصل إلى نصف نهاية كأس العالم. الرجل حقق مجموعة من الإنجازات ومع ذلك ننتقده. قد نقول أن في هذا الوطن أن هناك حرية، أن هناك ديمقراطية، أن هناك أيضا ضمان لحرية التعبير، وقد نقول أيضا أن طموحنا أكبر، ولكن أيضا فيها كثير من الوقاحة والكثير من الدناءة لسبب بسيط وجوهري. لأن هذه الحملة على فوزي الإقجاع هي حملة من أجل الابتزاز. لأن هذه الحملة على فوزي الإقجاع هي حملة من أجل الابتزاز، والابتزاز هنا يهم أيضا المعركة أو ملف مع فريق أولمبيك أسفي. ولكن هنا نطرح هذا السؤال: لماذا جمهور الرجاء الرياضي أصبح يحترف مهنة الابتزاز؟ ولكن هنا نطرح هذا السؤال: لماذا جمهور الرجاء الرياضي أصبح يحترف مهنة الابتزاز؟ لأنه نجح فيها بعدما تساهلت معه مؤسسات كرة القدم الوطنية، تساهلت معه في مجموعة من القضايا التي كان عليها أن تطبق القانون وتحترم القانون. وآخر تساهل وآخر تجاوز للقانون كان هو في موضوع فوزي البنزرتي، وبالتالي هم يمارسون هذا الابتزاز. أنا أناشد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأقول لها: فلتعتبر هذه آخر رصاصة للابتزاز من طرف جماهير الرجاء الرياضي.